السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يا صباح الورد وصباح النشاط وصباح الحيوية على عينكم يا احلى متابعين. حبيت تشاركونا في فيديو النهارده، وده اول يوم دراسة. كل سنة وانتم طيبين وعام دراسي بالنجاح والتفوق. اللهم امين يا رب العالمين، وربنا يبارك في اولادنا جميعا ويحفظهم يا رب من كل مكروه. الكل نفسه في حاجة كده ربنا يحققها له، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بقى كده اول حاجه طلعت بقى فطرت الطيور زي ما انتم شايفين كده. طبعا هم سايبين الاكل قدامهم وعايزين ياكلوا من العيش الناشف اللي انا سايباه كده على السطح بينشف، وبعد كده بدوق. فبرضه هندوقه مع بعض، بس اول حاجه كده بنسقي الزرع اهو حبايبي. ويلا بقى كده قولوا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاه تحسن بها الاخلاق وتيسر بها الارزاق وتدفع بها المشاق وتملا منها الافاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. دقيت بقى العيش زي ما انتم شايفين اهوت، عيش ناشف بقى كده وبقى صحي للطيور، احلى ما اللي هو بيبقى الطري دوت نقطعه. كل ما ينشف بيبقى احسن للطيور. يلا بقى كده حبيبي صلوا على النبي في التعليقات، وربنا كده يا رب يسعد قلوبكم جميعا ويكبر بخواطركم. ما تنسوش تحطوا اللايك بالله عليكم كده، حطوا اللايك عشان طبعا انتم مقصرين معايا في اللايكات، واللايكات هي اللي بترفع الفيديو، عشان طبعا تفاعلكم مع الفيديو هو اللي بيخلي القناه تظهر والقناه تتشاف والفيديوهات كلها تبقى تظهر قدامكم. والاول مره يشوف قناتي اتمنى تشتركوا فيها عشان يظهر لكم برضو كل فيديوهاتي اول ما انزل الفيديو على طول. قلت بقى كده اول حاجه كده قبل ما نبدا في البيت وشغل البيت نفطر بقى الطيور كده ونقعد شويه كده في الهواء الجميل بتاع الصبح دوت، يعني روقان كده، ويعني هوا نقي وكل حاجه بتبقى الصبح كده تبقى حاجه حلوه. عندي عزومه النهارده حبايبي، عزم عمتي، وطبعا مش عاوزه اقول لكم بقى يعني بعد ما خلصت وعملت الاكل وكده طبعا هي ما جاتش، فخدت بقى الاكل وهتشوفوا ده كله. خدت الاكل بقى ورحت لها. طبعا يعني حصل عندها ظرف وكده ما عرفتش تيجي، فقلت خلاص هاخد بقى الاكل واروح بقى، علشان طبعا ما ينفعش ان انا طبعا كانت عامله حسابها ان هي هتيجي وكده، بس حصل ظرف عندها، فقلت خلاص هاخد بقى الاكل واروح اوديه. شايفين بقى حبيبي كده الصبحيه الجميله كده والراحه النفسيه كده. خلصنا بقى فوق اهو حاجه الطير حبايبي. يلا بقى عشان ننزل بقى، عندي طبقين في الحوض كده وحاجات بسيطه يعني، وكم كوبايه كده بغسلهم، يعني ما فيش مواعين كتير ولا حاجه، وهصبن الحوض وكده يبقى خلصت من المواعين. دخلت برضو هنا على البلكونه كان فيها بقى شويه تراب كده، قلت بقى اغسلها كده برضو. كل حاجه الصبح بدري بتبقى ده احسن حاجه، يعني تصلي الفجر كده وما تناميش تاني، هو ده الصح. وهو ده يعني الواحد كده لما احاول، طبعا اوقات بصلي الفجر وانام تاني فبقوم تعبانه خالص، يعني جسمي همدان وصداع، ولكن لو الواحد ما نامش بيبقى افضل. بتلاقي بقى كده الصحه، وتلاقي كل حاجه بتبقى هي الطقوس والحاجات اللي هي الخاصه ديت وروحانيات بتاعته الصبح. خلصت بقى كده حبيبي، غسلت البلكونات اهيت، وعملت بقى هنا فطار فطار كده خفيف وبسيط، يعني ما زي ما انتم شايفين كده. علبه تونه حطيت عليها ادي بصلايه طماطمايه قرن فلفل، ده كده على علبه التونه. بعد كده هعصر عليها ليمونه معلقه زيت وشويه كمون وهدوق بقى كده، يعني محتاجه ملح هنحط رشه بسيطه خالص، مش محتاجه يبقى خلاص. عصرت بقى ليمونه اهوت وادي شويه كمون، وحمرت بقى هنا برضو بطاطسيه جنبها اهيت، وادي الجبنه وادي الزيتون. ده كده الفطار كان اول يوم الدراسه. تعالوا بقى عشان نعمل تتبيله الفراخ المشويه. طبعا اهي زي ما انتم شايفين حبايبي، اعمل معايا هنا معايا بصل، معايا طماطم، معايا فلفل على حسب الفراخ اللي انت هتعمليها. ومعايا برضو هنا كوبايتين زبادي. ده كده احلى تتبيله للفراخ، مش عايزه اقول لك يعني اعتمديها كده على طول. معايا بقى وبرضو هات الحاجات المشاوي دي حطها في التلاجة عندك على طول. معايا هنا صويا صوص وصوص الباربيكيو وادي المسترد. الحاجات دي كده بتخلي نفس الفراخ بتاعتك جميله. ومعايا خل، معايا زيت، وكمان سعر الحاجات دي مش غاليه، يعني هاتيها وحطها كده في تلاجتك لاي وقت.
وادي البهارات معايا ملح وفلفل اسود وكمون و7 بهارات، بهارات فراخ، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، اللي انت بقى عايزه تحطيه. ممكن تحطي رشه قرفه، تحطي زعتر، اللي انت عايزه تحطيه هتحطيه. ما كانش عندي لورا مطحون فحطيت بقى كده ورقتين لورا برضو هحطهم معاه، وبعد كده اشيلهم عادي لما ياخدوا بقى كده النكهه مع الفراخ. ادي حبيبي اهوت فرمت بقى البصل مع الطماطم مع الفلفل، وهنزل بيها كده اهوت في حاجه كده تكون عندك غويطه، طبق، بوله، اللي متوفر عندك. بعد كده ادي البهارات اهي، وادي احط برضو كوبايتين الزبادي. طبعا زي ما قلت لك يعني ممكن تحطي لبن رايب، تحطي زبادي برضو متوفر عندك. الزبادي كده بيخليها طريه وبيخليها تكون حلوه. احط هنا معلقتين صويا صوص ومعلقتين مستردة، طبعا على حسب برضو كميه الفراخ اللي عندك. كنت حوالي كده معلقتين برضو مستردة. الحاجات دي للمشاوي. مش عايزه اقولك هنا برضو صوص الباربيكيو، او ممكن يعني تستغني عنه وتحطي معلقه من معجون الطماطم، ده كده بديل لصوص الباربيكيو. وادي معلقه خل. هعصر برضو ليمون. طبعا الحاجات دي كده بتشيل اي ريحه زفاره، وكمان بتخلي كده اللحم بتاع الفراخ بتاعتك ابيض كده من جوه وبتبقى حلو. وادي معلقتين زيت. مش عايزه بقى اقولك دي كده احلى تتبيله للفراخ، للبط، يعني لاي حاجه كده للطيور. فحبايبي كده اعتمدوها عندكم الطريقه دي، وهاتوا بقى الصوصات دي والحاجات دي خليها عندك في التلاجة على طول، يبقى تحت ايدك اي وقت تعملي تشوي فرخه. لو في البيت عندك تحطي من كل حاجه كده نص معلقه، يبقى الحاجات دي بتبقى طبعا بتطعم الفراخ وبتخليها كده يعني طعمها حلو. هديها بقى المكونات دي كلها كده تقليبه مع بعض. طبعا بندوق كده، لو عايزه بقى تزودي شويه ملح بتزودي. الفراخ غسلاها غسله، مش عايزه اقول لك غسله كده يعني مفيش احلى من كده. غسلتها ونقعتها في ليمون وملح وشويه دقيق، وبرضه ورقتين لورا كده في الميه، وسبتهم حوالي ساعه ونص. نزلت بقى كده اي حاجه تكون موجوده فيها، وبعد كده حطيتهم في المصفى. غسلتها برضه غسله حلوه تاني وحطيتهم في المصفى. تسيبها بقى في المصفى كده برضو تصفي اي حاجه تكون فيها، عشان ما يكونش فيه اي دم خالص مع في اللحم من جوه. الفراخ كده بصراحه زي الورد. هحطها بقى اهيت، وبعد كده حابه هغلفها واحطها في التلاجة. طبعا لو مش مستعجله هتتسيب يعني اعملها قبلها بيوم. عايزه بقى كده اقل حاجه ساعتين 3 عشان برضو تتشرب من التتبيله اللي انتوا شايفينها الجميله دي. صلوا على النبي حبيبي كده. وزي ما قلت لكم عايزين ناخد ثواب مع بعض بالاستغفار وذكر الله وبالصلاة على حبيب النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا هغطي بقى كده الفراخ اهيت وهلفها وهدخلها التلاجة. يا حبيبي بعدها بكام ساعة اهوت هنطلعها عشان هدخلها الفرن. ممكن بقى في الوقت ده تشويها على الفحم، وممكن برضو تدخليها الفرن. ده هتبقى الصينية زيت برضو كده، ومش هحط اي مية خالص. هي الفراخ هتنزل ميتها وخلاص على كده، وهتستوي يعني. هلفها بقى بالورق الفويل وهدخلها التلاجة. طبعا مولعة من تحت بس على نار تكون عالية اول ربع ساعة، وبعد كده بتهدي النار.
قعدت حوالي ساعة وربع في الفرن، عشان طبعا حجم الفراخ كبير. بعد نص ساعة بنشيل بقى الورق الفويل اللي عليها، وهنشوف بقى لونها عامل ازاي. بنولع بقى الشواية، لو احتاجت الشواية هنولع الشواية، مش محتاجة الشواية يبقى خلاص هنستغنى عن الشواية، ولو خدت لون يبقى خلاص هنطلع. طبعا عايزة بقى تحطي فحم كده بعد ما تستوي، تولعي فحماية كده في قلبها وشوية زيت، ده برضو بتخلي برضو طعمها جميل. لكن بصراحة هي مش كانت محتاجة اي حاجة خالص تاني، هي واخدة طعم الفراخ المشوية وكان طعمها جميل. دخلتها بقى الفرن، وتعالوا بقى حبيبه اهوت ادي المحشي البتنجان. طبعا كنت مستعجله عشان كان يعني مش عايزه اقول لكم بقى، يعني عايزه كده اخلص بسرعه. كلنا بقى شاطرين وعارفين بقى المحشي البتنجان والخلطه المحشي والحاجات دي، فجبت بقى المحشي كده جاهز معاكم على طول. ده كده الرز البسمتي اهوت، برضو هغسله واسيبه منقوع في الميه ربع ساعه. تعالوا بقى نسقي المحشي اهو حبايبي، زي ما انتم شايفين بتخلي كده الشوربه حوالي نص الصباع المحشي. دي شوربه لحمه حبايبي اهيت، فيها حته بقى سمينه كده وقع فيها، وقلت خلاص اسيبها بقى تديها طعم كده وتديها نفس حلو. طبعا حبيبي في ناس بتحب اللحمه وفي ناس ما بتحبش اللحمه، فهنا عملت لحمه وفراخ علشان كده في ناس ما بتاكلش الفراخ، فقلت بقى كده ايه اسوي برضو حتتين لحمه كده معايا. وادي بقى المحشي بقى عمال كده زي ما انتم شايفين بيغلي وجميل اهوت. وادي اللحمه طبعا حطيت المنكهات بتاعتها، حبايه طماطم وورق لورا وفلفل اسود وحبهان، طبعا الحاجات دي المنكهات اللي انتم بتحبوها تحطوها في الشرب. عملت برضو سلطه الطحينه اهي. وادي الفراخ، مش عايزه اقول لك طبعا يعني مش ما زودتش اي ميه خالص، هي استوت كده منها فيه. واخر 5 دقايق ولعت الشوايه عليه، المحشي كان استوى، كل حاجه استوت مع بعض. طبعا كان في الوقت دوت عرفت بقى ان هي عمتي مش جايه، فقلت خلاص هاخد لها بقى الاكل وراح اوديه. طبعا جبر الخواطر على الله حبايبي، واللي بيجبر خاطر حد ربنا بيجبر بخاطره، وربنا يكبر بخاطرنا وخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يكتب لي كده ربنا يكبر بخاطرك ويكبر بخواطركم جميعا يا رب العالمين. شايفين بقى الفراخ حبيبه اهيت، يعني كانها كده متحمره من فوق ومن تحت، يعني جميله بسم الله ما شاء الله. يا رب بألف هنا وشفا يا رب لكل من اكل من اكلنا، وكده يجعله بالصحه والعافيه يا رب العالمين. شايفين بقى الرز ده حبيبي بسم الله ما شاء الله مفلفل وجميل. طبعا بس عشان مستعجله وعايزه بقى كده اخد الاكل واوديه، فكنت بقى يعني ما جبتش كل حاجه معاكم، لان عملت معاكم الرز البسمتي برضو قبل كده. طبعا كل حاجه مع بعضها كده بتخلي بقى الاكل سخن كده ويكون طعمه حلو. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. كده يا حبيبي اهوت خلاص غرفت بقى الاكل. تعالوا بقى عشان نغرف الشوربه. حمرت بقى هنا شويه فرش سوداني برضو كده بالسمنه البلدي، حطيتهم على الوش. غلفت بقى العلبه وحبايبي ويلا بقى علشان طبعا طلعت بقى الكيسه بره في الصاله عشان هلبس واخدها، ورجعت بقى علشان برضو زي ما قلت لكم برضو ما انساش الشوربه.
وده كان الفيديو معاكم النهارده حبيبي، يا رب يكون عجبكم ويكون لرضاكم، في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.